السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم متابعينا. اليوم رح نعمل معاكم فطائر السبانخ. طبعا هي فطائر السبانخ، طبعا احنا نازحين في غزة يا جماعة الخير، وهي السبانخ سلقناه وذوبناه وحطينا عليه البصل والسماق والفلفل الأحمر. طبعا حطينا عليه الفلفل الأحمر، شوفوا كيف يعني الفلفل الشطة المطحون، والحمد لله على كل حال. طبعا في البداية ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك في القناة وتدعموا قنوات غزة يا جماعة الخير. هذا حال أهل غزة وهذا حال إخوانكم النازحين في غزة. الله يفرجها علينا وربنا يغير حياتنا للأحسن. طبعا هينا العجينة هينا حضرناها زي ما انتم شايفين. هاي العجينة قطعناها وكل حاجة الحمد لله. وهينا ايش فردنا. هذه رح نعمل فطائر السبانخ. كونوا معنا وشوفوا كيف رح نعمل فطائر السبانخ. طبعا الحمد لله احنا نازحين داخل صف مدرسة. هذا حال النازحين في غزة، الله يفرجها يا رب علينا. والله يا جماعة الخير احنا تعبنا من النزوح وتعبنا من الحياة الصعبة. طبعا هذا افضل مكان نروح فيه وننزح فيه. طبعا قبل هيك نزحنا في خيمة، قعدنا تقريبا سنة ونص واحنا في خيمة، اتبهدلنا. يعني انتم بتعرفوا الحياة الخيام بهدلة وعذاب، هذا غير الرمل والحشرات والزواحف اللي بتفوت علينا. يعني ما في مكان آمن. يعني كنا نخبي نتفة طحين، نلاقي الفيران يفوتوا من تحت الأرض، يعملوا زي أنفاق تحت الأرض، الفيران يفوتوا علينا وياكلوا الطحين وياكلوا الرز، ما يخلونا نتهنى بأي حاجة. يعني كانت قمة المعاناة حياة الخيام. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي دمر بيوتنا ودمر حياتنا وخلانا هيك حال حياتنا. الله يفرجها يا رب علينا. طبعا هي احنا بنحط ايش السبانخ اللي سلقناه وذوبناه، حطينا عليه التتبيلة تبعتنا. طبعا تتبيلتنا كتير رهيبة، حطينا عليها الشطة والليمون طبعا. وايش كمان حطينا شوية سماق وملح وفلفل احمر مطحون وبصل. طبعا الحمد لله على كل حال. طبعا هاي الخلطة تبعتنا كتير زاكية ورهيبة. طبعا راح احط كمان هنا النص الثاني. يا ريت اي حدا بيشوف الفيديو الكل يعمل لايك واشتراك في القناة ويدعم قنوات غزة. احنا بحاجة لوقفتكم معنا، بحاجة لدعمكم إلنا. يا ريت الكل يدعم قناتي والكل يعمل لايك واشتراك في القناة. الله يحميكم ويحفظكم يا رب جميعا. طبعا هينا نحاول نلفها ونسكرها بالشكل هذا. يا ريت اي حدا بشوف الفيديو الكل يعمل لايك واشتراك في القناة، الكل يدعم قنوات غزة. طبعا هذا الفيديو من غزة يا جماعة الخير، من قلب غزة. يا ريت الكل يقف معنا ويدعمنا يا جماعة الخير. طبعا القناة هي مصدر رزقنا الوحيد في غزة، لأن انتم عارفين غزة مدمرة، لا في بيوت ولا في مصانع ولا في محلات ولا في شغل في كل غزة. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي دمر حياتنا. طبعا هي صارت جاهزة معانا فطيرة السبانخ، راح نحطها في المقلاية. طبعا احنا بنقليه قلي بالقلاية لأنه عنا فيش أفران ولا في أي حاجة. طبعا لو بدي أودي على الفرن بدنا نشوف في واحد بالشارع فاتح فرن وهيك. طبعا هناك طوابير عنده وبخبزه، فأنا بفضل بعمل على القلاية، بقليه أسهل وأوفر كمان علينا. يعني لأن كل حاجة بكلف، كل حاجة مكلفة، وانتم عارفين حياتنا صعبة، حياتنا كلها معاناة، ولا في شغل ولا في مصدر رزق ولا في أي دعم بوصلنا في غزة. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ريت اللي حاب يدعمنا واللي حاب يقف معنا يا ريت ما يقصر معنا. طبعا القناة هي مصدر رزق أطفالي ومصدر رزقنا الوحيد في غزة. راح نجيب على ذا المغرب راح نجيب كمان واحدة. المغرب حفلس. زي ما انتم شايفين بنحاول نضغطها ونفردها. يا ريت اي حدا بيشوف القناة الكل يعمل لايك واشتراك في القناة، الكل يدعم قنوات غزة. زي ما انتم شايفين هينا بنحاول نفردها طبعا بالراحة على العجينة، نفرد فيها زي ما انتم شايفين. نحاول نركها قد ما نقدر، الحمد لله على كل حال. هذه حياة النازحين
داخل صفوف المدرسة. طبعا احنا نازحين داخل صف مدرسة لأنه ملناش لا بيت ولا إلا مكان نروح لإله، انقطعت فينا الأسباب. الحمد لله اللي لقينا صف مدرسة اللي نقعد فيه ونعيش في حياتنا فيه. الله يفرجها يا رب علينا، وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي دمر حياتنا واللي دمر بيوتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ريت تشاركوا البث هذا، تشاركوا الفيديو هذا مع الأهل والأصدقاء لحتى قناتي تنشر، لحتى قناتي تكبر، لحتى يصير يجيني دخل من وراء القناة، لحتى نقدر نعيش أطفالي. أعيش عندي 4 أطفال يعني، وحياتنا كتير صعبة، لا في شغل ولا حاجة، فقط القناة هي مصدر رزقنا الوحيد. يا ريت أي حدا بيشوف الفيديو الكل يعمل لايك واشتراك في القناة ويشارك الفيديو. خذوا رابط الفيديو ورابط القناة وانشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك، على الواتساب، على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. الله يجزيكم الخير يا رب. طبعا زي هيك بنقطعها من النص عشان نعمل دائرتين. طبعا زي ما انتم شايفين هنا بنحاول نفرد السبانخ على العجنة. طبعا العجنة هذه عملتها وقطعتها وتركتها تريح ترتاح شوية تقريبا لمدة ساعة لحتى تقدر ايش تفرد معانا وتنغط بالشكل هذا، لأنه لو ما ارتاحت بتكون يابسة العجنة وشادة معايا وهيك. طبعا هاي العجنة ايش حطيت عليها؟ حطيت عليها طحين اللي هو دقيق، حطيت عليها شوية سيرج اللي هو زيت القلي، وحطيت عليها شوية ملح وعملتها بالمية. طبعا بنحطش عليها خميرة لأنه هذه عبارة عن فطائر يعني مش خبز احنا عاملين. هذه الفطائر ما بنحط عليها خميرة. شاركوا وعلقوا معنا. الله يحميك ويحفظكم. الكل يعلق لما يشوف الفيديو تبعي هذا، الكل يعلق يعني أي شخص بفوت بشوف الفيديو هذا يا ريت يعلق له أقل حاجة 5 تعليقات لحتى إنه القناة ترتفع، لحتى إنه يصير في مشاهدات على قناتي. أنتوا عارفين القناة هي مصدر رزقنا الوحيد في غزة ومصدر رزق أطفالي. يا ريت الكل يعلق يدعم القناة والكل يشارك هذا الفيديو مع الأهل والأصدقاء لحتى صوتنا يوصل للعالم كله، لحتى العالم يشوفوا كيف معاناة وحياة أهل غزة وحياة النازحين في غزة. الله يفرجها يا رب علينا. الحمد لله على كل حال. طبعا احنا الآن في شهر رمضان المبارك يا جماعة الخير، يعني وقفتكم معنا ودعمكم لنا والله بخفف عنا من المعاناة ومن الحياة الصعبة. طبعا للأجل مضاعف يا جماعة الخير. اللي حاب يدعمنا عبر السوبر سانكس، عبر الملصقات. طبعا هذه الملصقات بتتحول في آخر الشهر لمصاري لأرباح بتتحول على بنك فلسطين، وإحنا بنسحبها وبنشتري طحين، بنشتري خبز، بنشتري أكل لأطفالنا. الله يحفظكم يا رب جميعا. طبعا القناة هي مصدر رزقنا الوحيد. طبعا هي صارت جاهزة معاي لفطيرة السبانخ، حطها في المقلاية. هاي كمان واحدة راح أعملها قدامكم بالشكل هذا. الكل يشارك الفيديو هذا يا جماعة الخير، الكل يعمل لايك واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. شاهدوا الفيديو لآخره يا جماعة الخير، اجبروا بخواطر أهل غزة، عشان خاطر أهل غزة، عشان خاطر النازحين المدمرين اللي انقطعت فينا الأسباب. قلكوا شاهدوا الفيديوهات اللي في القناة، ادعموا قناتي يا جماعة الخير. اللي حاب يتبرع طبعا يوجد رابط الجوفنتمي موجود في وصف القناة، اللي حاب يتبرع لعائلته وحاب يتبرع لأطفالي حتى بس نقدر نجيب لهم أكل وشرب. طبعا يا ريت يدعمنا عبر رابط الجوفنتمي، وجزاكم الله كل خير. ما تقصروا مع أهل غزة. طبعا هاي إحنا تقريبا عملنا هاي الولاية هاي كلها، هاي فطائر السبانخ. يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناة وتدعموا قناتي. الله يجزيكم الخير وبارك الله في الموجودين. الله يجزيكم الخير. الله يحفظكم يا رب جميعا. طبعا بدي أقلي عدي على الغاز وبأفرجيكم بالفيديو القادم إن شاء الله. الله يجزيكم الخير، يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.